شوية معلومات كده في السريع لازم تعرفها واحنا داخلين على رمضان، وكل سنة وانت طيب. بلاش وانت صايم تقعد تتمضمض كتير وتطول وانت مستني شوية مية يتزحلقوا كده، قال يعني غصب عنك. حقنة الوريد او العضل ما بتفطرش. مكروه انك تبلع البلغم بس لو غصب عنك مش مشكلة. وجماع الزوجة في نهار رمضان بيفطر، وساعتها اليوم ده هتقضيه انك تصومه وكفارة صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكين. العادة السرية في نهار رمضان بتفطر واليوم ده بتقضيه ولازم تصومه. اما لو احتلمت وانت نايم وقت الصيام كمل صيامك عادي. لو رجعت غصب عنك كده انت ما فطرتش، بس لو رجعت نفسك قاصد كده انت فطرت. مكروه انك تدخل المطبخ وتدوق الاكل مع ماما حتى لو مش هتبلعه، هي ماما هتدوقه عادي مالكش دعوه انت. السنه انك لو معزوم عند حد على الفطار تدعي له. واخطر حديث ممكن تسمعه عن رمضان قول سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة له في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قول الزور ده زي الغيبة والنميمة فتكير. الحديث اللي هو رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ده يا موضوع يا ضعيف فما تنشروش. هو وحديث صوموا تصحوا برضه نفس الكلام ضعيف فما تنشروش. لو راجل كبير في السن ومش قادر يصوم بيفطر عادي، بس بيطعم مسكين بمقدار 750 جرام تقريبا عن كل يوم فطره. والمريض مرض مزمن بيمنعه من الصوم برضه بيفطر عادي ونفس الفدية. أما اللي لازم يصوم الأيام اللي فطرها فهم المسافر، والمريض مرض من المنتظر انه يخف منه. اما اللي حرام تصوم اصلا هي المرأة الحائض، ودي بتقضي الايام اللي فطرتها. وطبعا اللبان بيفطر. لو شفت واحد بياكل وبيشرب ناسي لازم تفكره، ما تقولش اهو يا بخته وتسيبه. انك تاخد عينة دم ما بيفطرش عادي. انك تغسل سنانك عشان ريحة الفم دي حاجة ما بتفطرش، بس تاخد بالك جدا لحسن تبلع حاجة. قطرة الانف لو لقيت طعمها في بقك لازم تقضي اليوم ده. قطرة العين ما بتفطرش. لو ربنا كرمك ونزلت تصلي التراويح وماسك المصحف ولقيت الامام اتلخبط مش لازم تقعد تنده عليه وتصلح له من اخر المسجد. في واحد حافظ واقف جنب الامام بالظبط بيصلح له والامام مش عارف يسمع منه حاجه بسببك. وانت بتصلي التراويح او التهجد التزم بالهدوء وانت رايح وانت راجع. في اللي نايم وفي المريض، مش عشان تعمل لعبتك تاذي غيرك. الصيام ده عشان يهديك ويكسر التكبر اللي جواك، مش عشان يزود عصبيتك وتبهدل اللي حواليك بحجه انك صايم. برفن نفسك كده وحط ريحه وانت صايم مفيش مشكله. وسخن من دلوقتي وابدا صوم لك كام يوم في شعبان فجسمك يتعود، لان السنه انك تظهر في احسن شكل وانت صايم، مش تقعد طول اليوم نايم واللي يشوفك يحس انك راجع من الموت. لو قعدت تنشن على ليله القدر غالبا هتروح عليك. اشتغل على رمضان كله وشد في العشر الاواخر. من السنه انك تفرح يوم العيد، ما تقعدش تقول هو فين العيد ده انا مش شايفه. في ناس كانوا معانا رمضان اللي فات ومش معانا رمضان ده، ما تنساش تدعي لهم. في 3 دعوتهم لا ترد، منهم الصائم عند فطره. ومحدش عارف مين اللي هيعيش لرمضان اللي جاي، فما تاجلش زي كل سنه. وفي ناس حياتهم بتتغير في رمضان تماما وبيبقى بالنسبه لهم نقطه تحول، مش بعيد رمضان ده تبقى انت واحد منهم. فتنوي من دلوقتي الصيام والقيام فيه، وصدقني رمضان بيخلص قبل ما يبدا. سلام.